رحيل الممثل السوري فائق عرقسوسي بعد صراع مع المرض. نعت نقابة الفنانين السوريين الممثل السوري القدير فائق عرقسوسي الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 69 عاماً. وكتبت فرع دمشق لنقابة الفنانين: ينعى إليكم رحيل الفنان القدير فائق عرقسوسي، ونوافيكم لاحقا بموعد الدفن والتشييع وموعد التعزية. إنا لله وإنا إليه راجعون. وخضع الفنان الراحل فائق العرقسوسي لجراحة استئصال أورام في القولون والأمعاء. وولد الفنان الراحل في دمشق في 3 يونيو عام 1954 بحي الشاغور، وتخرج من معهد الفنون المسرحية بالقاهرة. وللراحل العديد من المسلسلات التلفزيونية، ويعتبر من أبرز نجوم سوريا والذين شاركوا في عدد من الأعمال السورية، ومنها مسلسل حارة نسيها الزمن. كما وقدم شخصية عمر بالجزء الثاني من المسلسل الشهير أبو كامل، وشارك أيضا في مسلسل ما ملكت أيمانكم بشخصية الأستاذ معروف، والذي أثارت جدلا واسعا وقت عرضه. والراحل هو والد المطربة السورية نور عرقسوسي التي نالت شهرتها بعد مشاركتها في برنامج المواهب The Voice.